السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله. الحمد لله حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه. أحبتي في الله، قصة اليوم جاتنا من عند أختنا لبنى من ولاية بسكرة. يلا نبداو نستمعوا في القصة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي أم سارة، أنا اسمي لبنى، أنا من بسكرة. اليوم جيت نحكي لك حكايتي باش تحكيها للمتتبعين تاوعك. حكايتي فيها المعنى يتجسد تاع كما تدين تدان. أنا هي الصغيرة في خوتي، عندي خواتاتي شيرات وعندي تاني شاشرة، وقاع خوتي وخواتاتي متزوجين، أنا الوحيدة اللي ما تزوجتش. خواتاتي متزوجات ولاباس بيهم، وحتى خوتي متزوجين ولاباس بيهم. كاين اللي عايش في الخارج منهم وكاين اللي عايش هنا، ولكن عامة أخوتي الله يبارك كاع متزوجين بالشيرات بالشاشرة ولاباس بيهم، ما يخصهم والو. نرجع الآن ليا. أنا كنت في هذيك الفترة عايشة أنا وما وخويا، عايشين في دارنا، يعني والأحرى نقولوا فيلا كبيرة بزاف، تقريبا 3 فيلات في فيلا واحدة. هذيك الفيلا فيها الحوانيت نكروهم، يعني الله يبارك فيلا شابة 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 بزاف. كنت عايشة أنا وأمه وخويا. خويا هذاك كان متزوج، وكان متزوج بواحدة الإنسانة طيبة بزاف، كانت تحبني كي أنا كي أمه، ولكن ربي ما كتبش بيناتهم وتفركتوا، طلقها وبقينا عايشين. خويا ربي يحفظه كان يحبني بزاف، كان يحبني لدرجة ما تصوروهاش، كان قريب ليا بزاف، كنت نحسه كيما الأب تاعي، على خاطرش أنا انحرمت من الأب، انحرمت من حنان الأب، وخويا هذا عوض لي حنان الأب. خويا كان هو اللي يصرف علينا، هو اللي مستكلف قاع بالمصاريف تاع الدار. أنا كنت نقرأ في الجامعة، وخويا ربي يحفظه كان يصرف عليا حتى تخرجت ديت الماستر. ولكن في هذه الفترة الأم تاعنا مرضت، وكان مرضها خطير بزاف، مسكينة وبقات في الفراش ما تقدرش تنوض وحدها، وكان لازم عليا نقابلها، ما نخرجش نخدم ونخلي ما وحدها. وبقيت مقابلة موينتي حتى جا النهار اللي خويا ربي يحفظه قرر باش يتزوج، يعاود الزواج، وهذا الشيء من حقه. ولكن هذا المرة جاب بنت صغيرة بزاف، صغيرة عليه في العمر بزاف. وهذيك البنت كي جبناها درنا عرس شباب، الناس بقات تحكي عليه هذاك العرس، عرس فلان عرس فلان كيفات، عرس فلان كيفات. جبنا هذيك البنت، بقات عايشة معانا في نفس السكنة في هذيك الفيلا. ولكن مع الوقت هذيك البنت ما كانت تحبني، لا أنا لا ما. ما كانش عاجبها الحال، ما كانش عاجبها الحال أنه خويا يتهلا فينا، وهو اللي يصرف، هو اللي مستكلف بكل شيء، على خاطرش مرتو العزيزة كانت تبغي الدراهم بزاف، تموت على الدراهم وبس. وبقى خويا مع الوقت بقى يتبدل سبحان الله، بقينا نحسوه بلي راه يتبدل، ما بقاش خويا كيما كان. هذاك الإنسان اللي ما كانش يرقد حتى يشوف أمه، ما كانش يتهنى حتى يسقسيني واش درتي شكاين والو. هذيك الجماعة اللي كنا نجمعوها مع بعض ما بقاتش، بقى الراجل غير مع مرتو بدت تولد، هذا الأول هذا الزوج، والشير بدا يتبدل، كل يوم يفوت يتبدل أكثر ويتغير. وأنا كما قلت لكم عايشة لما، عايشة فقط لما، على خاطرش عندي غير هذيك العوينة. ويفوت الوقت، فوت يا زمان، حتى جا النهار اللي جا خويا فيه عندي وقال لي لبنى
كيفاش راكي باغي تقعدي غير في الدار، ما تروحيش تخدمي على روحك؟ شفتيه وقلت له واش بيك يا خويا؟ امنا شكون يتكفل بيها؟ راك عارف امك راهي مريضه ولازم وحده تقابلها. قال لي بصح دبري على روحك. انا ما قدرت، مانيش قادر نصرف عليك ونصرف على امك ونصرف على مرتي وولادي، لازم تدبري على روحك. قلت له ومنا شكون اللي قابلها؟ قال لي دبري عليها. قلت له خلاص راح نحوس على خدمه ونشوف كي ندير. وبالفعل بديت نحوس على وحده، ولقيت واحده البنت صغيره وكانت قافزه الله يبارك. جبتها باش تقابل امها وانا رحت خدمت. ما نقولكمش خدمت زعما في خدمه شابه ولا خدمه تناسب مستوايا، ولكن اي خدمه المهم ندخل دراهم، هذا ما كان المهم نتهنى من هضره خويا. بقيت انا نروح نخدم وهذيك البنت تجي عند امها تقابلها كاع النهار، وكي نجي تروح لدارهم. ولكن لا مرت خويا ما عجبهاش الحال، على خاطرش البنت صغيره وشابه. وهنا دخلت الغيره لقلبها وبدات تغير على خويا، الله اكبر، وبدات تحرش في خويا. انا هذه البنت ما نحبهاش تجي، كيفاش تجيب لي وحده صغيره؟ راني خايفه عليك، راني خايفه تديك، راني كذا راني كذا. المهم دارت فيم. وخويا طبعا جا ليا وقال لي سمعي يا لبنى، هذه البنت ما لازمش تزيد تقعد هنا، شوفي لك اي وحده تكون كبيره. المهم هذه البنت ولا وحده صغيره غير نسي. واش ندير انايا؟ واش يدير الميت في يد غساله؟ قلت له خلاص خويا راح ندبر على واحده اخرى. وبالفعل رحت دبرت على مرة واحده اخرى تكون كبيره. جبت واحده كبيره، ولكن راكم عارفين واحده كبيره ماشي كيما واحده صغيره. الصغيره تكون قابزه خفيفه على الارض، تخدم خفيف. هذيك المراه الكبيره حاجه تخدمها وحاجه لا. المهم كنت شاده يدي بيها، المهم تقابل لي يما. وبقيت انا نروح نخدم ونرجع. وكما يقولوا ناس زمان دوام الحال من المحال. لبنى اللي كانت عايشه احسن عيشه، واش من لبسه، واش من روايح، واش من ماكله، كل شيء تغير. ولكن الحمد لله وما زال الخير القدام. فوت يا زمان وروح يا زمان. والوالدة الكريمة ربي يدي الأمانة تاعه توفات أمنا. وجاو خوتي وخواتاتي، اللي جا من فرنسا جا، واللي جا من تما من داره جا. المهم كما راكم عارفين كي يكون الموت جديد قاع يجتمعوا في الدار الكبيرة. اتفنى أغلى حاجة على قلبي. ويوم بعد يوم العزايا بداو يجوا يروحوا، وبدات الحية تتفركس، وكل واحد راح لدارو. خواتاتي راحوا لديارهم، وخوتي التاني راحوا لديارهم، وبقيت غير أنا ومرت خويا وخويا. بقيت عايشة كما قلت لكم، نروح نخدم ونرجع. حتى جا النهار اللي جا فيه خويا وقال لي يا لبنى مازال ما تدبري على روحك؟ شفت فيه وقلت له واش؟ قال لي مازال ما تدبري على روحك وتخرجي منا؟ قلت له واش بيك؟ ياك راني عايشه في دار با ودار يما. قال لي واش؟ هذه ماشي دارك ولا دار باباك، هذه داري انا، وما قبل ما تموت كتبتها لي باسمي. قلت له واش راك تقول؟ امك كتبت لك الدار باسمك، وما بروحها كانت تقول لي باللي هذا الدار اللي كنتي يا وخوك بالنص، على خاطرش خوتي وخواتاتي كاع عندهم الديار ولاباس بيهم. قال لي لا انا يما قبل ما تموت كتبت لي الدار باسمي، وانتي ما عندكش الحق باش تقعدي معايا، دبري على روحك. قلت له يا خويا وانا وين نروح؟ راك عارف ما عندي حتى واحد. قال لي دبري على روحك، اكري ولا شوفي دار ولا، المهم ما تقعديش معانا. هذه الهضره ماشي تاع خويا، راكم عارفين تاع من؟ تاع مرتو، تاع اللفعه تاع مرتو.
اللي كانت تتحرش فيه كل يوم. مرتو كانت حابة الدار وحدها ويبقوا لها الحوانيت، والدار كبيرة وحدها لولادها. المهم، ما بكيت ما ضحكت، وبقيت نحوس على أي حاجة، يعني دار صغيرة، شومبرا صغيرة، المهم نخرج من هذيك الدار. ولكن كما راكم عارفين ماشي سهلة باش تلقي دار مع الكرية غالية. بقيت أول حاجة درتها كاع الصوالح تاع يما، كاع الصوالح قشها، الماعين تاعها، المابل، كاع مديتو، كاع قسمتو على الحباب ولا فامي، ما خليتش حاجة من ريحة يما. وحتى مرت خويا عجبها الحال، قالت لخويا حتى انا ما عندي ما ندير بهذوك الصوالح، اصلا هذوك الصوالح قدم ديمودي، وانا راني حابه كل حاجه تاع لامود، يعني تعاودي تعمر الدار من جديد. واهم حاجه داتها خلاص، الدار والحوانيت، يعني اللي عليه العمده داتو خلاص. انا يا خرجت مع عند خويا وبقيت من دار لدار، مره عند لافامي، مرة عند أختي هذه، مرة عند خويا، مرة عند أختي هذه. المهم كل مرة وكيفاش. خواتاتي كانوا يقولوا لي مرحبا بيك، بصح ضيفة سيمانة وتشوري، بصح باش تقعدي عندنا مستحيل. وصلت مرات حتى نبات في هذاك لوبيرج، هذاك اللي باتوا فيه الناس. المهم أنا كنت دايما خدامة، بديت نحوس 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 حتى ربي سهل عليا، ولقيت واحد الدار غير صغيرة، حطيت فيها النص تاع الخلصة تاعي، كنت نكري هذيك الدار بنص الخلصة تاعي. المهم ندرك راسي، أكريت هذيك الدار وبقيت عايشة فيها. وكنت دايما كي نجمع في هذيك الدار نتفكر العيشة تاع لبنى، نتفكر الفيلا اللي كانت عايشة فيها لبنى، نتفكر كسوة لبنى، الروايح، نتفكر كل شيء، نتفكر العز اللي كنت فيه وكيفاش رجعت. ولكن واش نقول دايما الحمد لله، الحمد لله على كل حال. نرجعوا دروك للسي خونا والسي مرته. خويا بعد ما انا خرجت من الدار، مرته بدات تلعب عليه. المراه كانت صغيره وشابه وهو كان كبير عليها بزاف. قالت له اسمع، انا يا راني حابه نسكن في مدينه كبيره، ما نبقوش في بسكره، لازم نبيعوا هذا الدار ونروحوا نسكنوا في بلاصه شابه، نروحوا لالجي. خويا مسكين كان كي الخروف غير يتبع، واش تقول له مرتو يقولها ايه. باعوا السكنه ورحلوا لالجي، ومن غباء الشديد حتى السكنه الجديده اللي شراها ما كتبهاش باسمه، كتبها باسمها مرتو. قالت له باش نحافظ لك على دراهمك. ولكن من بعد تعرفوا، راح باع السكنه وشرى سكنه واحده اخرى في الجي وكتبها باسمها مرتو. فوت يا زمان وروح يا زمان، المراه شبعت منه خلاص، ادات اللي كانت حاباته، غير الدراهم وداتهم، السكنه راهي على اسمها. دارت عليه وقالت له خلاص، انا يا ما رانيش حابه نعيش معاك، انت كبير وانا ما زلت صغيره وراني حابه نعيش حياتي، ادي ولادك وروحوا عليا. خويا خلعاتو، جاتو صدمه، المراه دارت عليه، قالها وانا كيفاش ندير وين ندي ولادي؟ قالت له دبر راسك، ادي ولادك وروح عليا. الراجل ما عنده وين يروح وين يدي ولادو، في الزنقه يدور بيهم. قالها وين نديهم؟ نغدا للزنقه ندور بولادي. المراه قح هكاك يعني، وقلبها حن على وليداتها. قالت له خلاص خلي لي الولاد وخرج عليا انت. خلى الولاد اداتهم امهم، وهو رفد الصرة تاع كسوته وخرج من هذيك الدار. من الجي جابها في بسكرة. انايا بعد ما راح الالجي انقطعت الخبار، عامين ما سمعت عليه والو، ما شفتو، ما سمعت عليه خبر. واحد النهار وانا جايه نتمشى، جايه من الخدمه تاعي حتى نلقى راجل مجمع،
راجل مجمع عند الجامع ويطلب، وكي شفت فيه سبحان الله كان يتشبه لخويا بزاف، شبه كبير. قربت ليه وكنت حابة نعطيه تفتوفة. شفت فيه وقلت له سبحان الله تتشبه لخويا بزاف. شاف فيا وقال لي انا هو خوك. يا ام ساره واش نقول لك، انا كي شفت هذاك المنظر قلبي حن، لا غالب قلبي حن. بقيت نبكي على خويا كي ولا سبحان الله وجهه تبدل، سبحان الملك. قلت له روح يا خويا ما تقعدش هنا بالزنقه. ديته للدار وبقيت انا وخويا، انا نخدم ونرجع للدار. وحتى خويا كان قافز، يعني يعرف التجاره وكان خدام لاباس به. انا الدريهمات اللي كانت مخليتهم لي الوالده تاعي ابار واللي خويا ما كانش عارف بيهم خرجتهم وحليت له حانوت. حليت حانوت لخويا كيما راكي تسمعي، حليت له حانوت وعيشته معايا ورجع كيما كان، ارجع خير من اللي كان. وشرينا سكنه واحده اخرى وعشت فيها انا وخويا لحد الان، رانا مع بعضنا. وخويا لحد الان مازال ما تزوجش على خاطرش راه خايف، ويقول حتى لو كان نتزوج عمري ما راح نسمح في اختي. كاين بزاف راح يلوموني ويقولوا لي كيفاش كاع اللي داروا فيك وحنيتي. لا غالب انا دايره كي من هاك. خويا ما نقدرش نسمح فيه. خويا ما راحش تولدوا لي مره واحده اخرى، لا خوك مره وعمره ما يتعاود. خوك لا يغروك ذوك. راني عايشه انا خويا والحمد لله، وخويا تعلم الدرس مليح 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 مليح، وراني متاكده باللي ما راحش يغلط نفس الغلطه اللي غلطها، والحمد لله على كل حال. وكل حاجه فاتت، هذيك الغبينه اللي نغبنتها فاتت، وهذاك القهر اللي حسيته فات. وهذه هي الدنيا ما دايمه على حال، وكما يقولوا ناس زمان كما تدين تدان. وكانت هذه قصتي يا أختي الغالية أم سارة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت هذه قصة أختنا لبنى، نتمنى إن شاء الله تعجبكم وتدوا منها العبرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. صراحة الكلمات هربت لي ما لقيتش واش نقول، ما لقيتش الكلمات اللي نعبر بها على هذه القصة، ما لقيتهاش. واش نقول كما قالت لبنى كما تدين تدان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أحلى متابعين، وإلى الملتقى مع قصة جديدة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.